ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ معرفش ازاي البوت ده كان فايتنا كلنا رغم ان الموسم التاني بتاعه بدأ، ولما بحثت عنه طلع من اقوى بوتات التليجرام في الوقت الحالي، لكن كان منسي خالص. بوت الشغل عليه سهل خالص، شبه بوت هامستر وروكرابت وباتل بولز واي بوت كمان بيعتمد على الربح بالساعه. وبرضه فكرته ايمن ان انت بترقي كروت، والكروت دي برضه بترقي الربح في الساعه، لكن في شويه اختلافات بسيطه جدا يعني. لكن قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تنورنا في جروب التليجرام، هتلاقي الرابط بتاعه تحت في الديسكربشن، بينزل عليه اخر الاخبار والكومبات والشفرات بتاعت كل البوتات، فلازم تنضم عشان الجروب ده هينفعك جدا، وبنجاوب فيه على اي اسئله ممكن تخطر في بالك. وطبعا اللايك والسبسكرايب بتاعك في اليوتيوب هنا برضه مهم جدا، فيا ريت تعملهم قبل ما يبدا الشرح، لان النهارده هنتكلم عن البوت CX.io، البوت المنسي. اول ما تفتح البوت باللينك اللي هتلاقيه في الديسكربشن تحت هيفتح معاك بالمنظر دون. الواجهه هتبان صعبه، لكن انت خليك معايا هفهمك كل حاجه واحده واحده. اول حاجه هيقابلك العمله اللي في النص دي اللي انا معايا منها 10805، وهيقابلك برضو الباور، وهيقابلك برضو الكريبتو بالانس، وهيقابلك برضو الميننج بير اور. كل اللي انت هتحتاجه الثلاثه اللي على اليمين دول بس، اللي هي ال 10805 اللي عندي دي، والبرينج بالاور والمايننج بالاور اللي هي عندي 0.31، والكريبتو بالانس اللي انا عندي 6.8. مالكش دعوه بالباور خالص. فانت كل اللي هتعمله اللي بال 10805 اللي معاك ايا كان عدد العملات، اللي انا هعلمك ازاي تجيبها دلوقتي، هتاخد العملات دي هتخش على خانه الماين اللي تحت على اليمين، وهتخش طبعا ترقي الكروت اللي عندك دي كلها. لكن خلينا نبدا واحده واحده. خلاص انت عرفت الفكره فين؟ ال 10805 بترقي بقى الكروت، فالكروت بترقي لك المايننج بير اور، والمايننج بير اور بيزود لك الكريبتو بالانس، وطبعا الكريبتو بالانس بيزود لك ال 10805، وهكذا بقى. لا الدايره اللي على اليمين دي او المثلث اللي على اليمين ده، اول حاجه تجيب منها الفلوس اللي هي ال 10805 دي، اللي هو النقر على كلمه جوب، لكن طبعا هي ملهاش لازمه ومحدش اكيد بيعتمد على النقر في الزمن ده. فهنخش على خانه التسكس اللي في النص تحت دي. عندك هنا ثلاث اختيارات: يوز وليرن اند ايرن وكومبليت. كومبليت دي اللي انت المهمات اللي انت عملتها خلاص. يو دي اللي فيها المهمات الجديده. هنا بس بيقول لك ادعوا 5 اصدقاء. طبعا انا دعوت 5 اصدقاء، ولو رجعت التطبيق تاني ودوست على كلمه تشيك هيتحسب معايا، لان انا اصلا دعوت 5 اصدقاء. زي ما انتم شايفين كده تاسك كومبليت، واتحسبت معايا. انا كان معايا 10805، الوقت معايا 30813. تاني حاجه تعمل منها فلوس بعد دعوه الاصدقاء، المهمات اللي تحت دي. هنا مثلا بيقول لك انضم للبوت CEDEX تاب وهتاخد 5000 عمله. طبعا انا انضميت قبل الفيديو تمام، فهخش هنا وادوس على كلمه التحقق او كلمه مطالبه، وهتلاقي 5000 اتضافوا لي. عندك هنا برضه بيقول لك انضم للبوت وهتاخد 5000 عمله. لو دوست كلمه تحقق انا لسه ما انضميتش تقريبا، هيقول لي شروط المهمه لا تزال غير مستوفاه. هدوس على كلمه انضم الى ويك 1، وبعد كده هتدوس على كلمه تحقق هيطلع لك تم اكمال المهمه بجرج الان استلام مكافاتك. هدوس على كلمه مطالبه وبس كده المهمه اكتملت. طب فلنفترض ان انت دوست على كلمه مطالبه اقول لك شروط المهمه غير مستوفاه، هتستنى ربع ساعه وترجع تعمل تحقق تاني. دي بقى كلها دعوه اصدقاء. هنا بيقول لك تابع CX.io على الفيسبوك، هدوس هنا وادوس على كلمه تابع، وارجع تاني وادوس على كلمه تحقق. شوف اتعملت بسرعه اهو، وادوس على كلمه مطالبه. بعد كده هخش على كلمه تعلم واكسب. دي بقى كلها فيديوهات يوتيوب. طبعا انا كل المهمات دي انا عاملها، هتلاقي جنب كل فيديو علامه تمه، اللي انا اصلا المهمات دي كلها عملتها تمام كده. لكن المهمتين اللي فوق دول لسه ما عملتهمش، فممكن اعمل واحده معاكم دلوقتي. لكن زي ما قلت لك لو ما اتعملتش دلوقتي معاك تعالى كمان 15 دقيقه وتتعمل. يعني هدوس دلوقتي على كلمه شاهد واعجب، دلوقتي هدوس على كلمه تحقق بعد ما دخلت على الفيديو اكتملت معايا. طبعا بعمل فيديوهات سهله جدا. هدوس على الفيديو وادوس على كلمه شاهد واعجب، وبعدين ارجع تاني للبوت ادوس على كلمه تحقق، وخلاص كده ادوس على كلمه مطالبه. البوت سهل جدا. طبعا هنا في فيديوهات كتيره جدا هتجيب لك فلوس كتيره جدا. كلمه مكتمل دي المهمات اللي انت عملتها خلاص. برضه هتلاقي برضه فيها مهمات، لو اديت فيها مهمات برضه اعملها. فيا رب اكون قدرت اوضح ازاي تجمع عملاتك اللي هي في النص دي. خلاص انت جمعت العملات، ازاي بقى هترقي الربح في الساعه عندك؟ هتدوس على كلمه تعدين تمام. عندك هنا كروت كتيره جدا جدا تمام. الكارت ده مثلا ب 2500، فكك من 1200 CXP دي، لا انت تركز على علامه ساعه على 0.0200 بلس تمام. هدوس على كلمه ترقيه. هنا مثلا كان عندي 0.31986 لو رقيت مثلا 986 بقى معايا كام؟ 3.32319 تمام. فانت هتشتغل انك بترقي الربح في الساعه CXP ده ملوش اي 30 لازمه، فانت هتركز على التعدين في الساعه. هو طبيعي اصلا لما بترقي الربح في الساعه CXP برضه بيترقى. فهنا طبعا عندك كروت كتيره جدا هنا، وعندك في الامان، وعندك في اعمال، وعندك في عروض، عندك كروت كتيره جدا هنا ممكن ترقيها. بس بتخش على الكارت تشوف هو بيديك قد ايه، بعدين تدوس على كلمه ترقيه كده خلاص انت رقيت الكارت. انا دلوقتي بقى معايا رصيد 6.8 بيتكوين. الوقت ازاي احولهم لعملات بالذهبيه دي؟ هتدوس على كلمه تحويل اللي هتلاقيها اخر يمين خالص تمام كده.
بس قبل ما اعمل تحويل عايز اقول لك هنا لما بتدعو اصدقاء بتظهر لك في خانه الفريق دي يعني، فبتاخد عليهم نسبه بس بتبقى نسبه ضعيفه يعني. لو دوست كلمه مطالبه هيعمل لك الربح اللي انت جمعته من الفريق. تم استلام مكافآت بنجاح. نرجع بقى للشرح. دلوقتي انا عايز احول السبع بيتكوين اللي معايا. اول حاجه تعملها تخش على خانه التحويل هتلاقيها تحت على اليمين دي يعني. هنا يقول لك رصيدك 7 وعايز تحولها لعمله الدولار اللي هي بالاصفر، فانت تدوس على رصيدك اللي هي 7 دي، هتدوس على كلمه 7 اللي هو رصيدك دون، هتلاقي كتب معاك وهيقول لك ان السبع دول بيعملوا 381,000. طب هو بيحاسبك ازاي؟ بيقول لك سعر البيتكوين الحالي، البيتكوين الحالي اللي هو مثلا 53843، وبيضربهم لك في عدد العملات اللي معاك. يعني بيعاملك ان العمله الزرقاء دي قيمتها بتساوي قيمه البيتكوين، لكن طبعا كله جوه اللعبه او البرنامج او البوت دون، طبعا دي حاجه مش حقيقيه يعني. فما علينا، بعد ما تدوس على الرصيد بتاعك هتدوس على كلمه تحويل. حلو، انت عايز تاكد التحويل هتدوس على كلمه تاكيد وبس كده. الرصيد بتاعي كله اتحول بقى معايا 431,000. هتاخد 431,000 دول هتخش على خانه التعدين، تمام، وتقعد بقى ترقي الكروت دي كلها، وبعد كده تلاقي الربح في الساعه، وبعد كده تاخد عملاتك وتروح برضه تحولها لعمله الدولار، وبعد كده تلاقي بقى الربح في الساعه، وهكذا بقى في الدايره دي يعني. وطبعا التعدين في الساعه ده انت تخش تجمعه كل 4 ساعات، مش كل 3 ساعات، لا كل 4 ساعات. طب دلوقتي موعد الادراك بتاع البوت ده امتى؟ لو دخلت على خانه الاير دروب فوق اللي هتلاقيها على اليمين دي، هيفتح لك الرود ماب بتاعت البوت. هتلاقي كاتب لك ان الاير دروب بتاعهم في الربع الرابع. الربع الرابع ده اللي هو شهر 10 او 11 او 12، يعني انت لسه معاك وقت انك تشتغل على البوت. يعني ممكن يكون لسه شهر، ممكن يكون لسه شهرين، ممكن يكون لسه 3 شهور، الله اعلم. فلسه في وقت انك تشتغل على البوت. وبس كده، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنورني في جروب التليجرام زي ما قلت لك، عشان بينزل عليك كل الاخبار والكومبات والشفرات، وبنرد فيها على كل اسئلتكم. واشوفكم على خير الفيديو القادم.